الكبيرة في ديربي مصر الإفريقي. تقدم كان لمصلحة فريق الزمالك مبكرا فقط بعد 4 دقائق على بداية هذه المباراة، وهذا التقدم للزمالك لم يكن كافيا. بعد هدف عمر جابر للزمالك في الدقيقة الرابعة رد الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من زمن هذه المباراة، وتقدم الأهلي للمرة الأولى في هذه المباراة عن طريق أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 15 بهذه الرأسية. شوط المباراة الأول انتهى أهلاويا بهدفين لهدف واحد. في الشوط الثاني واصل الأهلي أهدافه وربما أجمل أهداف المباراة على الإطلاق عن طريق محمد أبو تريكة في الدقيقة 52 ليسجل هدفه ال13 في مباريات الديربي بين الفريقين، ويكون الهدف تاريخي لمباريات الديربي. أحمد فتحي عند الدقيقة 71 يسجل رابع أهداف الأهلي في هذه المباراة، بينما المخضرم والدولي المميز أحمد حسن لاعب الأهلي السابق يسجل هدف الزمالك الثاني.